الرجل المدرب الجزائري جمال بلماضي يفاجئ كل الجزائريين ويفرح كل المغاربة بما قاله عن المنتخب المغربي وعن توقعاته في كأس الأمم الإفريقية 2024. يعتبر المدرب الجزائري جمال بلماضي من أفضل المدربين الذين مروا في تاريخ المنتخب الجزائري، حيث حقق الكثير مع منتخب بلاده كالفوز بكأس الأمم الإفريقية 2019 الذي كان قد أقيم في دولة مصر آنذاك، وأيضا تحقيق سلسلة 35 مباراة بدون هزيمة. هذا ما جعله مدرب محبوب لدى الجماهير الجزائرية وأطلقوا عليه اسم وزير السعادة. وخرج قبل قليل المدرب الجزائري جمال بلماضي بتصريح في أحد ندواته الصحفية يكشف رأيه وتوقعاته لكأس الأمم الإفريقية 2024 ويعلن مفاجأة غير متوقعة بخصوص المنتخب المغربي تفرح كل المغاربة، حيث حسب تصريحه فإنه قال: في الأول أنا أرشح المنتخبات التالية للفوز بالكأس، وهم المغرب ومصر والسنغال وتونس ونيجيريا ومنتخب كوت ديفوار سيكون مرشحا كبيرا لأنه يستضيف البطولة على أرضه. وقال أيضا: حسب خبرتي الطويلة فإنني أتوقع وبنسبة كبيرة أن المنتخب المغربي هو أقرب منتخب للفوز بكأس الأمم الإفريقية، أو على الأقل سيصل للنهائي ويكون الوصيف. أما بخصوص المنتخب الجزائري فقال: أنا لا أتوقع أن يحقق منتخبنا الكثير ولسنا مرشحين للفوز بهذا الكأس، فنحن لم نستطع التأهل لمونديال قطر 2022 وتم إقصاؤنا من الدور الأول لكأس إفريقيا 2021، وهذا ما فاجأ وأفرح كل الجماهير المغربية.